واش كلاس روم اوف دي اليت او قسم النخبه كيستحق نتفرج فيه؟ الجواب في اقل من دقيقه ونص. كيطراو الاحداث ديال السلسله في كودو ايكوساي، ثانويه نخبويه كينجحوا التلاميذ اللي كيتوفقوا فيها في دراستهم الجامعيه وحياتهم المهنيه. المؤسسه عصريه والعمله المتداوله داخلها لشراء الماكله والحوايج والتسليه هي النقاط. الكسلاء اذا مكرفسين بينما المجتهدين مبرعين. كيوتاكا ايانو كوجي هو البطل اللي لقى راسو في القسم الدي الرابع في الترتيب والمهدد بالفشل الدراسي. مع بدايه السنه غادي يكتشف طرق جديده للتدريس وامتحانات كيطردوا خلالها التلاميذ الضعاف. اللي كيبان لنا من الاول هو ان كيوتاكا نابغه ومخبي المهارات ديالو وعنده ماضي غامض وبروده الدم كتخلينا نظنوا انه شي سوسيوباط ما كيحس بوالو تجاه الزملاء ديالو اللي كيشوف بحال بيادق غادي يستعملهم تحسين المرتبه ديال القسم. الممتع في كلاس روم اوف دي اليت هو انه انمي سيكولوجي محض مبني على التحليل والخطه والتكتيك ومرسوم بطريقه جميله، ولكن كنحس انه في نفس الوقت غبي جدا حيث المشاكل والحلول المستعمله اما غير معقوله اما معقده بلا معنى اما باينه من الاول وغير كيزيدوا فيه باش المشاهد يقول في الاخر واو، بحال شي مسلسل ديال نتفليكس. ونسيت مستحيل تعقل على الاسماء ديال الاغلبيه ديال الشخصيات. اما البطل الصراحه عنده كاريزما كبيره، مره كيبان واعر مره غير كيعصبك. المهم انا شخصيا كنعطيه 3 على 5 وكنقول تقدروا تفرجوا فيه بلا ما توقعوا شي حاجه خياليه.